ازاي اقدر اعمل دعوة فرح بكل سهولة من خلال كانفا؟ الموضوع سهل جدا وشرحته قبل كده، ولكن هشرحه بالتفصيل عن الفيديو اللي انت عايزه. اي فيديو انت عايز تعمله تقدر تعمله، الموضوع سهل. وليكن مثلا الفيديو اللي انت عايزه ده على التيك توك، على السناب، على الانستجرام، على الفيسبوك، شفت فيديو في اي مكان وعايز تعمل له دعوة، ليكن مثلا فيديو زي ده او فيديو زي ده. ولكن سيبك من كده، خلينا احنا مثلا بعت لي رابط تيك توك اهو، بيقول لي اعمل لي كارت دعوه زي الفيديو ده. لو دوست على الرابط كده زي ما انت شايف هيبدا يحولني على التيك توك مباشره من غير اي مشاكل. حولني على التيك توك على الفيديو ده. طيب يا عبد الرحمن ازاي احمل الفيديو ده علشان اقدر استخدمه في كارت دعوه خاص بيا؟ الموضوع سهل وبسيط. علشان اقدر احمل اي فيديو على اي منصه، الموضوع سهل من خلال سناب تيوب او ابلكيشن سناب تيوب على جوجل بلاي. لو رحنا على جوجل بلاي وكتبنا سناب تيوب هتلاقي اول حاجه معانا هو سناب تيوب. هتقدر تحمله وتقدر تنزله عندك على التليفون، وتقدر تسطب الابلكيشن عادي جدا من غير اي مشكله. نزلت الابلكيشن وسطبته عندي، هبدا اروح على الفيديو اللي انا عايزه واروح على علامه شير في اي بقى منصه. هدوس على علامه شير وهبدا اشاركه مع سناب تيوب. هحرك كده زي ما انت شايف واروح على المزيد وهبدا اشارك الفيديو مع سناب تيوب. طبعا انت هيظهر معاك هنا في الابلكيشنات دي تالت واحد اهو علشان استخدمته كتير. هتدوس على تحميل تلقائي، هو هيبدا يختار لي الفيديو بتاعي، بيقول لي انت عايز تحمله موسيقى ولا فيديو؟ لا، اقول له طبعا انا عايزه فيديو، وابدا ادوس على علامه تحميل. خلاص حمل الفيديو معايا. اروح على حسابي على كانفا، وطبعا انا شارح بالتفصيل ازاي يكون عندك حساب مدفوع تعمل دعوه فرح، وشرحت بعض الفيديوهات اللي ممكن تستخدمها. هروح فوق خالص على البحث واكتب دعوه فرح، هكتب بس دعوه فرح. زي ما انت شايف دعوه فرح هلاقي تصاميم كتير جدا اقدر اختار منها. زي ما انت شايف 20,000 تصميم. ولكن مثلا خليني اقلب كده زي ما انت شايف عشوائي. التصميم ده مثلا دوست على التصميم اهو، هيبدا يفتح معايا من غير اي مشاكل. هنبدا نعدل فيه حاجه حاجه. اول حاجه سيف ذا ديت، يعني الكلام اللي فوق ده هسيبه زي ما هو. ازاي اعدل الكلام؟ خلينا اقول في الكلام. ولكن مثلا عايز اعدل الاسماء دي، عايز تكتبها عربي ماشي، عايز تكتبها انجليزي ماشي. دوس على الاسم كده زي ما انت شايف بيبدا يفتح معايا اصلا تلقائيا لوحه المفاتيح. ولكن مثلا احمد، واكتب مثلا اند مثلا اي حاجه، مثلا اي اسم سهل مثلا ايه. تمام. طب عايز عربي، سهله جدا عادي، هكتب عربي اللي انا عايزه، او مثلا احمد اند ايه. طب يا عبد الرحمن الخط مش عاجبني، طبيعي هرجع كده هدوس على الخط تاني، هيظهر لي قايمه تحت كده زي ما انت شايف. هبدا احرك يمين وشمال اكني في الوورد عادي. هروح هدوس على الخط وابدا اغير نوع الخط بالخط اللي انا عايزه. ولكن مثلا اختار الخط ده عشوائي اهو، او الخط ده اللي انا عايزه. ولكن مثلا الخط ده كويس. ازاي اغير اللون؟ نفس الكلام، هدوس على الاسماء تاني ومن القائمه اللي تحت واروح على حاجه اسمها اللون. حرك كده زي ما انت شايف اللون، هبدا اختار اللون اللي انا عايزه، او الوان كتير اهو اللون اللي انا عايزه. خليها الابيض زي ما هو. طبعا اقدر اعدل على كل حاجه بنفس النظام. اقدر اعدل على التاريخ، وليكن مثلا هدوس عليه همسح كده واكتب مثلا 10 او 8 اللي انا عايزه. اقدر اعدل على التاريخ هنا 2024. اقدر اعدل هنا على القاعه مثلا، وليكن مثلا قاعه اي حاجه بقى تكتبها. تمام. خلاص عدلت على كل النصوص. ازاي بقى اغير الصوره؟ الموضوع سهل وبسيط. هروح على الصوره وادوس عليها. طبعا هي كده ما اتحددتش معايا، اللي احنا متفقين ان انا علشان اغير الصوره لازم يكون عندي استبدال، ولكن انا ما حددتش الصوره. بص انا حددت الاطار اللي بره. هبدا اروح على الصوره كده، هبعد الاطار كده بره عني وادوس على الصوره، وتحت خالص من القائمه اللي ظاهره عندي دي هلاقي عندي كلمه اسمها استبدال. هدوس عليها. هروح على تاني واحده عندي اللي اسمها التحميلات. الفيديو حمل معايا اهو، هبدا ادوس عليه من غير اي مشاكل. الفيديو اختار معايا هنا، ولكن التنسيق بتاعه مش مظبوط. طب ازاي اظبط التنسيق بتاعه يا عبد الرحمن؟ لو شغلنا الفيديو كده زي ما انت شايف التنسيق مش مظبوط. هروح ادوس على الفيديو تاني، ومن تحت خالص من القائمه اللي ظاهره عندي دي واروح على حاجه اسمها القص. زي ما انت شايف بحرك يمين وشمال، اروح على حاجه اسمها القص وابدا اظبط حجم الفيديو معايا. وليكن مثلا عايز الصوره بالكلام، او وليكن مثلا اخليه كده. تمام. خلاص خليته كده، هدوس تم. شغل معايا كده ونجرب، او زي ما انت شايف شغال معايا وبنجرب اهو. الفيديو عمال بيتحرك. اروح ارجع ادوس على الاطار وارجعه تاني مكانه خطوه بخطوه اهو. كل حاجه شغاله زي ما انت شايف شغال معايا من غير اي مشاكل. طبعا في صوت في الفيديو، ولكن انا علشان حاطط المايك بتكلم فالصوت مش واضح. تمام. طب ازاي احفظ بقى كارت الدعوه ده يا عبد الرحمن؟ من فوق خالص على الشمال عندي السهم اللي طالع لفوق ده كده، لو دوست عليه هتلاقي عندي علامه تنزيل. لو دوست عليها هتلاقي عندي صيغه الفيديو اللي هو MP4. لو دوست عليها كده زي ما انت شايف الصيغ كلها، ولكن انا هختار MP4 اللي هو فيديو، وابدا ادوس على علامه تنزيل. هيبدا ينزل معايا من غير اي مشاكل. تقدر انت تعمل الفيديو ده لنفسك، لصاحبك، لاخوك، او تقدر تكسب منه من خلال منصات السوشيال ميديا.
او من خلال صفحات التواصل الاجتماعي او من خلال مواقع الفريلانسر، وتقدر تبيع الفيديو ده او الدعوه دي بكارت رمزي وتعمل اي كارت دعوه انت عايزه.